يا شعب اليوتيوب العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم وائل القاطن في ولاية إنديانا، يحييكم ويتمنى لكم اليوم مشاهدة ممتعة. يمكن من أكتر الحلقات أو من أكتر المواضيع اللي طلبت مني بمجرد ما اتعرف إن أنا كنت عايش في السعودية قبل ما أجي هنا وأعيش في أمريكا، إن أنا أعمل حلقة مقارنة ما بين السعودية وأمريكا. ويمكن دي من أكتر الحاجات اللي أنا سوفت فيها أوي، طوّلت فيها، لإن بصراحة كان عندي معاها مشكلة. المشكلة دي تكمن في إنه عن أي سعودية سأتحدث، يعني هاتكلم عن أنهي سعودية بالضبط. السعودية اللي موجودة حاليًا في 2025 اللي إحنا بنشوفها دلوقتي في التلفزيون، فيها مهرجان الرياض السنوي، وفيها المترو، فيها كَم الانفتاح الكبير اللي بقى موجود، وفيها النشاط السياحي والترويج الكبير، والّا عن السعودية اللي أنا عِشتها في الفترة من 2008 ل2020؟ والحقيقة هو في اختلاف كبير ما بين الاتنين يعني. آآ فده كان هيخلّيني عندي مشكلة إن أنا أي بيانات أو أي معلومة هاقولها لك، هي أصبحت دلوقتي مش موجودة. يعني لو أنا قُلت لك مثلًا إن أنا كنت آخر حاجة مأجّرها في السعودية كانت شقة وغرفتين وصالة وحمامين، أرضية سيراميك، مطبخ واسع، ب1600 ريال. فهل ده دلوقتي موجود؟ يعني المتلقي أكيد طبعًا اللي عايش في السعودية سواء كان بيتابعني أخ سعودي أو أخ عربي مُقيم في السعودية، هيجد صعوبة إنه يستوعب الكلام ده، إنه إن اللي أنت بتتكلم فيه ده دلوقتي زاد وفوق ال2000 ريال في الشهر. وبالمناسبة كانت ال2000 ريال في الشهر دي على أيامي أنا كانت تسكنك في مجمع سكني مُغلق مع الأجانب، وفي حمام سباحة وفي gym وفي دنيا تانية يعني. كان علية القوم عندنا في الشركة هم اللي يقدروا يسكنوا في مكان زي ده بالمبلغ ده. دلوقتي ال2000 ريال بقت مبلغ عادي جدًا إنك تأجّر بيه حاجة كنت أنت بتأجّرها زمان ب1500 وب1600 ويمكن أقل كمان. ده أنا باتكلّم على الرياض، أنا ما أعرفش بصراحة بقية مُدن السعودية الوضع فيها إيه. ف الدنيا اختلفت خالص. صحيح حصلت إيجابيات كتيرة جدًا في السعودية الفترة الأخيرة، ولكن الشيء السلبي الوحيد اللي ارتبط بيها طبعًا إنه مستوى الأسعار ارتفع، وده نتيجة الكورونا برضه. الكورونا كانت سبب كبير في إنه الدنيا ارتفعت كده في السعودية بعد كده. فلقيت إنه هيبقى في صعوبة إن أنا أعمل لك المقارنة في البداية، ولكن المدخل المناسب اللي أقدر أكلمك منه عن السعودية وأمريكا هو إن أنا يعني هو إن أنا أكلمك على الأسباب اللي خلّتني أسيب السعودية وأتجه للهجرة إلى أمريكا أو للهجرة عمومًا. أنا عِشت في السعودية مدة مش قليلة، يمكن حوالي 12 سنة، فيمكن ناس كتيرة جدًا ما تبقاش عارفة إيه الأسباب اللي ممكن تخلّي واحد عاش المدة دي كلّها إنه يسيبها ويروح يعيش في أمريكا، يبتدي من الصفر ويبتدي رحلة المجهول. طيب أنا هاكلّمكم في البداية أنا إزاي سافرت السعودية. أنا سافرت السعودية في 2008، كنت في أواخر ال23 من عمري. ما كنتش لحقت أشتغل سَنة على بعض في مصر، لإن كان في سَنة بعد التخرُّج كده كان في مشروع فاشل لتمهيد الماجستير ما تمِّش للأسف. واشتغلت فترة في المبيعات في مصر، وربنا أكرم وجالي العقد بتاع السعودية. ويشهد الله إن أنا ما سعيتش ورا السفر إطلاقًا، لإن أنا كنت شاب مثالي أوي في تفكيري. كنت شايف إن أنا لأ، المفروض إن أنا أبقى موجود في مصر وعايش في مصر وأرتّب أموري على الحياة في مصر، ولكن يعني كنت سايب الباب مفتوح إنه لو جات لي فكرة السفر دي أو انطرحت قدّامي أنا هاكمّل فيها، إنّما أنا مش هاسعى وراها. ليه؟ لإنه كان في جيلي ابتدى تظهر فكرة السعي ورا السفر بجنون. كان في ناس أنا شُفتهم في القاهرة بيروحوا لمكاتب في منطقة المهندسين، يروحوا يشتروا منها عقود عمل. وفي أوقات كتيرة جدًا عقود العمل دي اللي كانوا بيشتروها كانت بتبقى بفلوس كتير، وكان يعني بيتخلّلها بعض عمليات النصب والاحتيال أو التضليل في المعلومات، فما كانتش الأمور بتنتهي دايمًا نهاية سعيدة. فده يمكن كان من ضمن الحاجات اللي شجّعتني إن أنا مش هاسعى ورا السفر، وهاكمّل في الاتجاه اللي أنا كنت ماشي فيه. ويمكن يعني من موجبات قدر ربنا سبحانه وتعالى إنه سفري للسعودية كان سببه أمريكا. إنه أنا كنت حاطط الprofile بتاعي، السيرة الذاتية بتاعتي طبعًا كانت السيرة الذاتية ضعيفة جدًا في وقتها، كنت حاططها على موقع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر American Chamber of Commerce in Egypt.
وكان طبعًا الحاجات دي جديدة في الوقت ده، ما كانش لسه بقى موضوع Indeed وbyte.com والحاجات دي كانت ظهرت، يعني أنا باكلمك في 2007، 2008. والشركة السعودية دي تواصلت معايا من خلال الprofile اللي أنا كنت عامله على الموقع ده، فإذًا إحنا نقدر نقول كده إيه، إنه أمريكا كانت السبب في إن أنا أسافر السعودية في البداية. سافرت السعودية على وظيفة ومسمى إداري، آآ كلمة مطاطة جدًا، مسمى وظيفي غريب، فشلت إن أنا أشرحه لأي حد قبل ما أسافر، لإنه كان يحتمل معاني كتيرة جدًا. الشركة اللي أنا كنت شغال فيها كانت شركة كبيرة جدًا من شركات الرياض، شركة قابضة، تحتيها شركات بتشتغل في قطاعات كتيرة جدًا. اشتغلت أنا في قطاع الإنشاءات فيها، وكان المهام المُسنَدة إليّا المهام الإدارية العادية زي مثلًا تسجيل الحضور والانصراف، واستخراج التقارير من مكنة البصمة، كانت جديدة عليّا برضه موضوع البصمة ده ساعتها. ومساعدة بقى قسم الرواتب في إنه يعمل الرواتب الشهرية، فأنا كنت بادّي لهم الأجازات المرضية والأجازات اليوم الواحد والحاجات دي كلّها، كنت باسجّلها وأبعتها لهم. وضافوا بقى على كده إن أنا كنت مسؤول سكن العمّال، لإنه طبعًا السعودية هي نظام كفالة، نظام الكفالة أنت بتبقى مسؤول عن سكن الموظفين وسكن العمّال، فأنا كنت مسؤول عن سكن العمّال، نظافته وترتيبه وتوزيع الناس فيه، في نفس الوقت برضه كنت مسؤول عن أسطول السيارات التابع للمكان اللي أنا شغال فيه، وبالتالي كانوا السواقين بيشتغلوا معايا، يعني أنا كنت مسؤول عنهم وكنت أنا باوجّههم للأماكن المختلفة. كذلك الأمر بالنسبة للأمن والحراسة الخاصة بالمكان اللي إحنا كنا شغالين فيه، برضه كانت دي داخلة من ضمن المهام. كنت برضه باقوم بمساعدة بقى الموظفين داخل الشركة في إن أنا أحجز لهم تذاكر السفر للطيران، سواء كانت لأجازات أو ل رحلات العمل. فكان مسمى مطاطي وكبير جدًا، وضيف عليه برضه إنه أي مهمة من المهام يراها المدير مناسبة وإنها تقع تحت طائلة الإداري، فكان الإداري بيعملها. اشتغلت والحمد لله، استقريت الفترة دي، و خلّيني أقول إن أنا لو حبيت أوصف حياتي في السعودية في الفترة من 2008 ل2020، يعني ما أقدرش أوصفها إلا إنها كانت حياة كريمة والحمد لله. يمكن أنا قُلت الكلام ده في فيديو سابق قبل كده، اسمه هل حياتي في السعودية كانت حياة ناعز؟ ممكن الناس تبُص عليه بصّة كده. آآ السعودية وعِشت فيها أهّلتني والحمد لله إن أنا أتجوّز في سِن صغير، رغم إن أنا قبل ما أسافر مصر أنا ما كنتش حاطط في بالي خالص موضوع الجواز، ولكن قدرت أتجوّز في سِن نسبيًا صغير، عمري 26 سَنة، خلّيتني أقف على رجليّا ماديًا بسرعة. آمم خلّفت بناتي الاتنين الأولانيين في السعودية في مستشفيات الرياض، فالحمد لله رب العالمين أنا ما أقدرش أوصف حياتي هناك إلا إنها كانت حياة كريمة والحمد لله. لا تخلو طبعًا من المناغصات، لا تخلو من المشاكل، لا تخلو من الضغط العصبي، ده شيء طبيعي، يعني الحياة ما كانتش ملائكية ولا جنة على الإطلاق، ولكن يعني دي طبيعة الأشياء. طيب، قد يسأل سائل، قد يقول قائل: يا أخي طب ما دام أنت كنت مستقر والدنيا تمام معاك، إيه اللي خلّاك إن أنت تفكّر تهاجر لبلد زي أمريكا، أو تفكّر في مبدأ الهجرة أساسًا؟ يعني ما دام أنت عايش في بلد عربية مسلمة، وزي ما بتقول يعني حياتك كانت مستقرة إلى حد كبير. آمم الحقيقة اللي خلّاني آآ أفكّر في موضوع الهجرة إنه دوام الحال من المحال، وإنه تفكيرك في كل مرحلة عمرية بيتغيّر، نظرتك ورؤيتك للأشياء في كل مرحلة عمرية أنت بتمُر بيها بيتغيّر. أنا زي ما قُلت لكم سافرت وأنا عمري 23 سَنة. ال5 سنين الأولى ليّا في السعودية لمّا كان أي حد بيسألني ويقول لي: "ها يا وائل أنت إيه تقييمك لحياتك في السعودية، وهل بتفكّر إن أنت تسيب السعودية والّا لأ؟" فأنا كنت دايمًا أرُد عليهم وأقول لهم: "لأ، أنا نِفْسي بس أكمّل ال5 سنين الأولى في السعودية وبعدين أقرّر وأشوف أنا عايز إيه." وبعد ما كمّلت ال5 سنين، نفس الناس برضه جُم سألوني: "ها إيه وضعك؟ هل أنت حابب برضه تكمّل في السعودية والّا عايز تبتدي حياة في منطقة تانية أو ترجع مصر؟" فكنت دايمًا أرُد عليهم وأقول لهم: "أنا عِشت في السعودية 5 سنين وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أعيش 5 سنين زيّهم."
لحد ما جينا للسنة السادسة أو السنة السابعة، وربنا سبحانه وتعالى ألهمني إن أنا كده إيه، أقعد مع نفسي وابتدي أقيّم أموري وأقيّم موقفي وأشوف اللي أنا باعمله ده صح والّا لأ. يعني في الفترة ما سبق هذا التفكير، حياتي في السعودية كانت أنسب حاجة ليّا، كانت أصح حاجة أنا ممكن أكون باعملها. لكن وقتها ابتديت أستشعر إنه أنا مش هينفع أستمر في الوضع ده كتير. ليه؟ الأسباب اللي خلّتني أفكّر في حاجة زي كده هو إن أنا وصلت خلاص لسقف مكاني، وما بقاش في مجال إن أنا أكبر لا من حيث المنصب ولا من حيث الدخل. فدي كانت أول نقطة خلّتني أبُص للموضوع بنظرة مختلفة. وأنت لمّا بتجيب عيلتك في السعودية أو في الخليج عمومًا، خلّينا نقول إن قدرتك على الادّخار بتقِل، وأنا باشوف إن كل ما قدرتك على الادّخار قَلِّت، كل ما كان محتاج إن أنت تراجع نَفْسك، لإنه حياتك في الخليج للأسف الشديد مرتبطة بفكرة الادّخار. ليه؟ لإن أنت بتشتغل بنظام الكفالة، وهي دي كان أول سبب من ضمن الأسباب اللي خلّتني أفكّر في إيجاد بديل لحياتي في السعودية، نظام الكفالة. نظام الكفالة رغم ما به من مزايا، وسامعك اللي بتقول لي دلوقتي رغم ما به من مزايا إيه يا عم؟ أنا عارف طبعًا إنه نظام الكفالة مرتبط بسُمعة سيئة، ومرتبط بإنه عبودية العصر الحديث وحاجات زي كده وبتاع. لكن أنا بما إني واحد عِشت في السعودية وأمريكا، خلّيني أقول لك إن نظام الكفالة ليه مزايا مش هتعرفها إلا لمّا تهاجر وتبتدي كده حياتك من الصفر، تعمل كل حاجة بنَفْسك. هتكتشف إنه طبعًا الكفالة كانت بتشيل من عليك عبء حاجات كتيرة جدًا، زي السكن والمواصلات وتذاكر السفر والحاجات دي. آمم عارف طبعًا إنه في ناس كتيرة جدًا تجاربها ما كانتش مثالية جدًا مع الكفالة واكتوت بنارها، ولكن أنا والحمد لله كنت شغال في شركة كويسة، الناس كانت بتراعي ضميرها، فالحمد لله يعني استفدت من الموضوع ده. ولكن رغم استفادتي منه، إلا إنه برضه كان سبب رئيسي من إن أنا أفكّر أسيب السعودية. ليه؟ لإنه نظام الكفالة بيربط إقامتك بالبلد اللي أنت عايش فيها بعد عملك. أنت بتشتغل في مكان، إذًا أنت مُقيم في هذه البلد. فقدت وظيفتك لأي سبب، فبيتقال لك يعني قدّامك مهلة إنّك تنقل كفالة إلى مكان تاني. فشلت إنّك تنقل كفالة إلى مكان تاني، يعني هتضطر آسفًا إلا إنّك تعود إلى بلدك مرّة تانية، تحاول بقى من هناك إنّك ترجع مرّة تانية على عقد عمل وهكذا. وبالتالي كانت مدة إقامتك بتتناسب طرديًا مع مدة عقدك. يعني أنا مدة إقامتي كانت سَنة. ليه؟ لإن أنا عقدي سَنة. فاتجدد العقد، الشركة بتجدد الإقامة. ما اتجددش العقد، زي ما قُلت لكم بيتساب 3 شهور مدة كده تنقل كفالة فيهم، ولو ما قدرتش خلاص، يعني ليس بالإمكان أبدع من مكان. فأنا ابتديت أبُص وأقول أنا دلوقتي بقيت حاسس إن أنا مش قادر أتخيّل حياتي برّه السعودية وبرّه الشغلانة اللي أنا باعملها، وده شيء حسّسني بقلة الحيلة، لإنه بمجرد جَرّة قلم ممكن واحد يقلب حياتك رأسًا على عقب. يقول لك خلاص كده أنت انتهت حياتك في السعودية أو انتهت حياتك في الشركة اللي أنت شغال فيها. آآ روح بقى دَوّر على حالك، يا إمّا تدوّر في مكان تاني جوّه السعودية أو إن أنت ترجع مصر بلدك وتعيش حياتك من أول وجديد. فلقيت إن نظام الكفالة مش مدّيني قدرة على التحكُّم أكبر في حياتي. أنا دايمًا مفعول بيّا، أنا متجدد عقدي فأنا موجود، أنا مش متجدد عقدي هيتقال لي مع السلامة. طيب ممكن بعض الناس تقول لي: "يا أخي ما أنت مأزّمها ليه يعني؟ يعني هو ده الناس عايشة في السعودية بال20 وبال30 سَنة، ليه أنت خايف أوي من نظام الكفالة كده؟" هاقول لك ليه. أول حاجة إن أنا لمّا جيت قيّمت وضعي، لقيت نفسي إن أنا مش طبيب ولا مهندس. يعني فرصي إن أنا ألاقي شغل كويس سواء في السعودية أو في مصر كانت قليلة. ولو قُلنا إن أنا سِبت الشركة بتاعتي لأي سبب، وفي الغالب طبعًا هيكونوا هم السبب مش أنا، لإن أنا ما كنتش متخيّل إن أنا ييجي لي الجرأة والشجاعة إن أنا آخُد القرار ده. فهيبقى قُدّامي خيار من الاتنين زي ما قُلنا، إمّا إن أنا أنقل كفالة جوّه السعودية أو إن أنا أرجع إلى مصر. طيب لو هانقل كفالة جوّه السعودية فأنا هاصطدم بحاجة اسمها السعودة. ليه؟ لإن أنا مهنتي كإداري كانت مهنة مسعودة. طيب للي ما يعرفش،
نظام السعودة ده نظام بتفرضه الحكومة على القطاع الخاص، بيلزم القطاع الخاص إنه يعيّن حد أدنى من الموظفين السعوديين جوّه قوة العمل بتاعتها، وده من خلال إنه في بعض الوظايف والمهن بتصبح حكرًا فقط على السعوديين، ما ينفعش واحد أجنبي زيي يشتغلها. فأنا من الناس اللي طالها هذا القانون، لإن مهنة الإداري أو وظيفة الإداري كانت مهنة مسعودة وأصبحت حكرًا على السعوديين. وخلّيني برضه أتكلّم شوية على موضوع قانون السعودة، لإنه رغم إن هو طالني أنا شخصيًا، لكن أنا ما كانش عندي معاه مشكلة شخصية، لإن أنا عوّدت نَفْسي إن أنا أحُط مكاني نَفْسي مكان الآخرين قبل ما أحكُم وأقيّم على الأشياء. السعودية بلد عايزة تحافظ على مصلحة مواطنيها من الشباب بالذات، مش عايزة تسيبهم لأهواء القطاع الخاص. آآ في نَفْس الوقت هي بتمنع مشاكل مجتمعية من قبل إنّها تحصل. يعني خلّينا نقول إنه عدم توظيف الشباب هيؤدي لارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع نسبة البطالة ممكن تؤدي لارتفاع معدل الجريمة، ممكن تؤدي لارتفاع معدلات الطلاق، ممكن تؤدي لمشاكل خاصة بالإدمان وحاجات كتير زي دي مرتبطة بالبطالة والفراغ. وبالتالي قانون السعودة كان قانون حمائي، يراه البعض إنه قانون عنصري، ولكن أنا كنت شايفه إنه قانون حمائي، وده حق الناس يعني في بلدهم. إحنا برضه في النهاية ضيوف، وأنا باشوف نفسي دايمًا إن أنا مش جاي أغيّر الكون، أنا جاي أتماشى مع الكون، مش قادر أتماشى مع الكون اللي أنا موجود فيه، أدوّر لي على كون تاني وأعيش فيه. فمهنة الإداري كانت مهنة مسعودة، إلى جانب إن أنا كمان كان راتبي عالي، لإن أنا كنت شغال 7 سنين في المكان اللي أنا فيه. كانت الشركة عندنا عايزة تعرّف نفسها في السوق بإنها شركة مرتباتها عالية وبيئة العمل فيها أفضل، فده خلّاني مش جذاب أوي للشركات السعودية. يعني هاقول لكم مثلًا، أنا كان شركتي خلاص هتنقل من الرياض وتروح مكان تاني، القسم اللي أنا كنت شغال فيه. فأنا ما كنتش حابب إن أنا أسيب الرياض، لإن الرياض ده هي المركز، هي العاصمة، فيها كل حاجة أنت تتخيلها. ممكن ما تكونش وقتها المدينة الجذابة الجميلة أوي اللي أنت بتشوفها دلوقتي، ولكن كانت مدينة وظيفية وعملية جدًا، وكل ما تتمناه بتجده، من مستشفيات، مدارس، مطاعم، كل حاجة. فأنا ما كنتش حابب أبدِّل حياتي في مدينة كبيرة زي دي بمدينة صغيرة زي الجوبيل، وإن كنت أنا حبيت الجوبيل جدًا يعني بعد كده. فرُحت أنقل. قُلت أجرّب حظي وأشوف أنا شكلي في السوق عامل إزاي. فاتصدمت طبعًا بموضوع السعودة، إنه هم عاوزين الشركات التانية بتُفضّل السعوديين في مكاني، خصوصًا إن السعوديين كانوا يقدروا يعملوا حاجة أنا ما كنتش أعرف أعملها، وهي متابعة الدوائر الحكومية. لإنه أنا كأجنبي غير مسموح لي إن أنا أتابع في الدوائر الحكومية الخاصة بقى مثلًا بالبلدية والتراخيص والحاجات دي كلّها. ده كان لازم مواطن سعودي هو اللي يقوم بالمهمة دي. أحيانًا برضه كان بينفرض علينا إن إحنا نتابع في أقسام الشرطة للناس اللي بتشتغل معانا وعندها مشاكل قانونية أو مشاكل جنائية أو حاجة زي كده. ما كانش ينفع ليك كأجنبي إنّك تخُش في مكان زي ده، فكان لازم السعودي هو اللي يروح. فدي برضه كانت ميزة نسبية ليهم. إلى جانب طبعًا زي ما قُلت لكم إن أنا كان راتبي عالي جدًا بالنسبة لفئة الإداريين اللي موجودين في الشركات التانية. فلمّا كنت مثلًا يسألوني في الinterview أنت السكن عندك بيتصرف لك كام، المواصلات بتتصرف لك كام، التأمين الطبي، الحاجات دي، وكنت أقول لهم، فكانوا يقولوا لي: "يا أخي يعني طَب إحنا آسفين، إحنا مش هنقدر نوفّر لك الكلام ده كلّه يعني." فأنا أقول لهم: "مش مشكلة يعني أنا هاحاول أتنازل في حاجات، لكن في أمور تانية أنا ما كانش ينفع أتنازل فيها، لإن أنا كنت عايز أعيش مع عيلتي، وأنتم عارفين يعني الحياة مع العيلة يعني بتتطلب إن أنت تعيش في مستوى معيّن يعني." ففكرة إن أنا كنت أنقل كفالة كانت فكرة فاشلة جدًا وما كانش هتنفع للأسباب اللي أنا ذكرتها. يتبقى ليّا فكرة إن أنا أرجع إلى مصر. فده ياخدنا للمسمى الوظيفي اللي أنا كنت شغاله اللي هو مسمى إداري. وزي ما قُلت إنه مسمى إداري ده أو وظيفة الإداري اللي أنا كنت باعملها، مش هاقول إنها كانت مناسبة لبيئة العمل السعودية، لأ، دي كانت مناسبة لبيئة العمل في الشركة اللي أنا كنت شغال فيها فقط. فلمّا هانزل مصر أقول للناس، أقول لهم إن أنا مثلًا شغال إداري، هيقولوا لي الإداري ده بيعمل إيه؟ هاقول لهم مثلًا إن أنا كنت باشرف على سكن العمال، فهيقول لي: "يا ابني إحنا ما عندناش سكن عمال هنا يا حبيبي، الناس بتيجي من بيوتها علينا." طيب هاقول لهم إن أنا كنت باساعد في عملية تجديد الإقامات، هيتقال لي: "يا ابني ما إحنا ما عندناش إقامات يا ابني، كل اللي شغالين هنا مواطنين زينا زيهم." ف
الحاجات اللي أنا كنت باعملها مش applicable على الحاجات اللي أنا كنت هاعملها في مصر. هذا بخلاف إن أنا اصطدمت بفكرة العنصرية العمرية اللي موجودة في مصر ومسيطرة على شركات كتيرة جدًا، ودي هاكلمكم عنها لاحقًا يعني. فالمهم اكتشفت إن أنا لا هينفع إن أنا أنقل كفالة جوّه السعودية لو سِبت الشركة، ولا هينفع إن أنا أرجع لمصر. غير كده وكده أنا أهملت في نفسي جدًا علميًا، يعني أنا كنت في مصر نسخة تانية خالص عما كنت عليه في السعودية، كنت نشيط، باشوف إيه الشهادات الجديدة في الكمبيوتر وفي اللغة وفي الحاجات دي وباتابعها وباعملها، كنت باخد كورسات دايمًا باستمرار أيام لمّا كنت في الجامعة وبعد ما اتخرّجت، فكنت دايمًا باحاول أخلّي من نفسي up to date وأطوّر نفسي قدر المستطاع، لإن أنا كنت خريج كلية تجارة، وكلية التجارة لوحدها مش حلوة خالص إن أنت تقولها في مصر، فلازم يبقى جنبيها شهادات تانية مهنية ووظيفية تساعدك إن أنت تعلّي من اسمك وترقّي من نفسك. لمّا جيت السعودية بقى طبعًا الوضع اختلف، لإنه أنت وصلت لمرحلة الارتياح اللي أنت كنت محتاج توصل لها مثلًا بعد 10، 15 سَنة شغل، لأ جات لك بدري. أصابتني حالة من الكسل، خصوصًا كمان إن أنت لمّا بتشتغل في السعودية الشركات ما بتطلبش منّك إنّك تعمل أي حاجة أكتر من اللي أنت بتعمله. يعني أنا كنت رايح لهم باتكلّم إنجليزي، بافهم شوية كمبيوتر، وعندي مهارات اتصال، بس كده حلو أوي زي الفل، إحنا مش عايزين منّك أكتر من كده، عيش على كده. وطول ال12 سَنة أنا ما باعملش إلا الحاجات دي. فده برضه كان شيء يعني مضايقني جدًا من نَفْسي إن أنا قطعت هذه المرحلة العمرية الطويلة دون إن أنا آخُد شهادات علمية أو مهنية نتيجة كسل منّي ونتيجة يعني عدم تشجيع من بيئة العمل اللي أنا كنت موجود فيها. برضه من النُقط المهمة اللي محتاج أتكلّم فيها علشان برضه الناس ما تفتكرش إن أنا كنت مهوِّل من موضوع نظام الكفالة وإنه واحد ممكن ينهي حياتك بجرّة قلم. إحنا كُنّا بنشوف في الشركات التانية التابعة للمجموعة اللي إحنا شغّالين فيها إنه لمّا الشركة كانت بتخسر بيبتدوا يعني يُعدّوا قوايم تقليل النفقات واللي بيكون من ضمنها طبعًا إنهاء خدمات لناس كتيرة جدًا. فكُنّا دايمًا نسمع عن موضوع القوايم ده كان بيتعمل كل سَنة، بيمشّوا بيها ناس، في ناس بتقدر تنقل جوّه الشركة أو تنقل كفالة، في ناس للأسف الشديد حياتها بتنقلب رأسًا على عقب. فإحنا كنا خايفين إن ده يحصل لنا، خصوصًا إن إحنا كمان القطاع اللي إحنا كنا شغالين فيه ابتدى يخسر وابتدى إنه ما يحققش أرباح زي الأول. برضه قصة تانية حصلت برّه الشركة، لشركة كبيرة جدًا من شركات المقاولات، مش هاقول اسمها لإن أنا مش عارف إنه صح أقول اسمها في فيديو على اليوتيوب والّا لأ، ولكن هي شركة كبيرة جدًا وكان ليها مشاريع في كافة أنحاء المملكة. الشركة دي جه عليها وقت خلاص إنها ما بقتش قادرة تدفع مصاريف مرتبات الموظفين بتوعها، وفي ناس كتيرة جدًا قعدت فترة طويلة من غير ما تتقاضى راتب، وفي الآخر قالت لهم تقدروا تنقلوا كفالة، تقدروا تعملوا اللي أنتم عاوزينه، ولكن حقكم محفوظ، لمّا ييجي لنا فلوس هنبقى نسدد لكم مستحقاتكم. عايز أقول لك إنه موظفين الشركة دي ساحوا في الأرض، في كل مكان وفي كل الشركات، مهندسين وإداريين وعُمّال وكل شيء، كل واحد كان بيدوّر على شغل، كان بييجي لنا ناس جوّه الشركة تقول لنا: "يا جماعة شوفوا لنا شغلانة، أنا مهندس وشوفوا لي شغلانة، أنا مستعد أشتغل ب2000 ريال." طبعًا أنا عايز أقول لك إنه في الوقت ده كان أقل من 4000 ريال غير سائغ إنه مهندس يشتغل بالراتب ده، ولكن الناس دي اللي خرجت من الشركة دي ساهمت في إنها تقلل مستوى مرتبات المهندسين في السعودية في الوقت ده. فكنا نقول لهم: "يا جماعة أنت مهندس، يعني أنت إيه اللي يخلّيك تجازف بحاجة زي كده؟" فيقول لي: "أنا بقى لي 6 شهور ما باقبضش، بقى لي 6 شهور باشتغل مجانًا، وصاحب البيت اللي أنا ساكن فيه خلاص مش قادر يستحملني أكتر من كده." وعندي التزامات وارتباطات عائلية في السعودية وبرّه م و وف وبرّه السعودية في مصر، فهنعمل إيه؟ فأنا محتاج أشتغل أي حاجة. فده برضه من ضمن المؤشرات اللي خلّتني أخاف جدًا من نظام الكفالة، وابتديت إن أنا أنظر له بنظرة مختلفة عما كنت عليه. تاني بأكد أنا مش جاي أغيّر الكون، ده النظام اللي شغّالة بيه السعودية بقى لها سنين، واللي مش قادر يتكيّف معاه دي مشكلته هو مش مشكلة البلد. بس أنا باشرح لك أنا ليه فكّرت في حاجة زي كده، وليه ابتديت أفكّر في موضوع الهجرة، لإن أنا كنت عايز أستبدل الإقامة المؤقتة بإقامة دائمة. السبب التاني اللي خلّاني أفكّر إن أنا أن في موضوع الهجرة هو
موضوع المدارس. المدارس في السعودية الخاصة غالية جدًا زي ما هي موجودة في مصر برضه غالية. وناس كتيرة سألتني: "أنت ليه عملت موضوع المدارس ده مشكلة؟ طب ما كان ممكن تدخّل عيالك مدارس حكومية في السعودية وهُم بيقبلوا الأجانب ومش هتدفع مصاريف." طيب أنا ردي على الموضوع ده إن أنا أساسًا خرّيج مدارس لغات تجريبية في مصر. هي لغات حكومية، مدارس حكومية، ولكن كانت بتؤهلني إن أنا أدرس اللغات من أول سنة دراسية التحقت بيها اللي هي الKG1. المدارس الحكومية في السعودية زيها زي اللي في مصر بالضبط، بتبتدي تدرّس اللغة من الصف الرابع الابتدائي، وما بتدرّسش العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية. فأنت لمّا بيبقى عندك أولاد، بيبقى عندك التزام أخلاقي وأدبي تجاههم، إنّك لو ما قدرتش تخلّيهم أحسن منّك، فعلى الأقل لازم تخلّيهم زيّك. فنتيجة الالتزام الأدبي والمعنوي ده تجاه أولادي، فكان لازم أدخّلهم مدارس لغات في السعودية، اللي هي في الأغلب بتكون أهلية، وأهلية دولية، ما كانش أهلية عادية. أنا ما أعرفش، أنا ما شُفتش في الرياض أهلية عادية بتعلّم لغات، ولكن يعني شُفت إنه على الجوجل إنه بيقولوا إنه كان في مدارس بالشكل ده. ومدارس الأهلية الدولية غالية، مصاريفها عالية جدًا. يعني أنا أيامي أنا كان أرخص مصاريف ممكن تلاقيها لمدرسة دولية بنتكلم في حوالي 8000 ريال في السنة. طبعًا يعني أنا سامع ضاحكات البعض دلوقتي منكم يقولوا لي: "يا عم ده المبالغ اتغيّرت خالص." أنا باكلمك في الفترة اللي كانت في 2016، 2017. آآ زوجتي لعبت دور مهم جدًا في الموضوع ده، لإن هي أصلًا كانت مُدرسة لغة إنجليزية في مصر، فقدرت إنها تشتغل في مدرسة من المدارس الدولية هنا، خدت تصريح رسمي من الحكومة، اشتغلت. و في الحالة دي المدارس الخاصة أو المدارس الدولية دي كانت بتدّينا خصم على المصاريف 50% للطفل يعني. ورغم يعني الخصم ال50% ده، بالمناسبة يعني زوجتي كانت شغّالة بأقل مبلغ ممكن. يمكن عُمّال عندي في المصنع اللي أنا كنت شغّال فيه بياخدوا أعلى منها، ولكن كانت الاستفادة الكبرى إنها بتدّينا الخصم ال50% ده، وفي نفس الوقت بندرّس لأولادنا بمنهج أمريكي. كنت بادفع مصاريف 1000 ريال شهريًا، طبعًا لإنه الباص والكُتب والحاجات دي مش داخلة ضمن الموضوع. طبعًا الباص برضه كان بعيد عليّا، فأنا كنت باروح بمواصلات. كنت أنا باودّيها الصبح المدرسة قبل ما أروح الشغل، لإنه المدارس كانت بتبتدي هناك تقريبًا من أول ضوء من الفجر. وهي كانت يا عيني بترجع ليموزين مع البنت. بس طبعًا كنا مستفيدين إنها شغّالة في نفس المدرسة اللي فيها البنت وبتقدر تتابعها وكُلّه تمام، ولكن مع ذلك أنا كنت بادفع 1000 ريال شهريًا. طيب جه الوقت اللي بنتي الصغيرة إنها كمان محتاجة تدخل، فمش هينفع ندخّلها إلا زي مع أختها الكبيرة. وأنا زي ما قُلت لكم إن دخلي وصل لمرحلة خلاص إن أنا مش هينفع أزوّد أكتر من كده، ما فيش زيادات. وحتى كان بيتصرف مثلًا أرباح وكلام من ده، لأ الشركة بتاعتنا ابتدت تخسر، وابتدى يعني المنحنى ينزل. فالناس كانت بتبُص لنا يعني احمدوا ربنا إن أنتم بتاخدوا المرتبات اللي أنتم بتاخدوها دي. فدلوقتي أنا بنتي الصغيرة لمّا هتدخل كمان مع بنتي الكبيرة، الموضوع هيعدّي، هنخش لنا في 2000 ريال في الشهر. طب أنا باخد أنا خلاص ما بقيتش قادر إن أنا أدّخر. ودي نقطة مهمة جدًا، يعني أنا حابب أتكلّم فيها، إنه حياتك كمغترب جوّه السعودية مرتبطة بشكل كبير جدًا على قدرتك على الادّخار. لإنه أنت تحت نظام الكفالة ما بتدفعش حاجة، ما بتدفعش تأمينات، ما بتدفعش ضرايب، ما بتدفعش أي شيء. ولكن بتاخد راتب عالي في المقابل إنك بتقدر توفّر منه هامش، عشان لمّا تحصل لك أي طارئ من الطوارئ أو يتقال لك امشي، ما تبقاش خسران حاجة. عندك المجال إن أنت تبتدي حياتك مرّة تانية في بلدك. فلو وصلت للمرحلة إن أنت خلاص عايش from hand to mouth زي ما بيقولوا، يعني اللي بييجي لك على قد اللي بيروح، لأ، في الوقت ده أنت لازم تراجع نَفْسك. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي خلّتني أراجع نَفْسي، إنه أنا ما ينفعش أعيش from hand to mouth في السعودية. ما ينفعش يبقى اللي رايح على قد اللي جاي، لإن أنا لو اتقال لي ارجع في أي وقت وما عنديش حاجة إن أنا أبتدي بيها في بلدي، هتبقى مشكلة كبيرة جدًا. هتبقى مشكلة كبيرة جدًا وهتقلب حياتي رأسًا على عقب. فارتفاع مصاريف المدارس كان سبب كبير جدًا إن أنا أفكّر في موضوع الهجرة، لإن أنا وزوجتي وصلنا لحل إن إحنا علشان آآ نقدر ندخّلهم مدارس كويسة
وفي نفس الوقت أقدر أوفّر وأدّخر زي الأول، يبقى كل واحد فينا لازم يعيش في بلد، هم يرجعوا مصر وأنا أكمّل في السعودية. ويمكن ده حصل في مرحلة لاحقة لمّا خدنا ال لمّا خدنا الموافقة إن إحنا في الlottery بتاع السفر لأمريكا، عِشنا آخر 8 شهور أو آخر سَنة لينا هم في مصر أنا في السعودية. وخلّيني أقول لك إنه ده كابوس مُفزع لأي حد عايش مُغترب برّه بلده، إن أنت تضطر تعيش في بلد وأهلك يعيشوا في بلد تانية. ليه؟ لإن أنت هتتحوّل تدريجيًا إلى حاجتين، إلى جهازين. أول حاجة هتتحوّل إلى جهاز ATM صراف آلي بتصرف فقط بالنسبة لزوجتك ولأولادك، وبتتحوّل إلى جهاز تليفون محمول. بتتلخّص علاقتك مع ولادك في مكالمة فيديو بتعملها آخر اليوم علشان يعني إيه، تطمئن على الأحوال. وفي كلا الحالتين لن يُغني أبدًا ده عن وجودك معاهم بشحمك ولحمك وتشاركهم خبراتهم الحياتية ويكبروا قدّامك. فأنا عِشت التجربة دي وما كانش ينفع إن أنا أستمر فيها. يعني لو ما كانش مشي مشروع الهجرة، أنا كنت أكيد هانهي أنا حياتي بنفسي في السعودية وأقدّم على استقالة وأرجع، لإنه ما كانش هينفع الدنيا تمشي بالحال ده. فالمهم إنه على 2017 ابتديت أفكّر جديًا في موضوع الهجرة. آآ بقيت أقدّم على الlottery في أمريكا، وبالتوازي باتابع فيديوهات كندا، لإنه أنا شُفت إن كندا رغم صعوبة نظام الهجرة بتاعتها إلا إنه ليه خط واضح وصريح كده المعالم بتاعته، في حاجات تقدر تعملها، توثيق شهادات، امتحان IELTS حاجات زي كده. فنظام الexpress entry الكندي رغم صعوبته ولكن تقدر تخوضه وتقدر إن أنت تشتغل عليه. بعكس طبعًا نظام الهجرة في أمريكا للأسف كان نظام الlottery، فما كانش مساعد الواحد بصراحة يعني. كنت قبل كده باقدّم على نظام الlottery كده إيه فنفنة يعني في الفترة من 2014 ل2016 باقدّم كده وأنا وحظي يعني. لحد ما جينا في 2016 قدّمت، ربنا ما أكرمش. في 2017 جات لي كده قرفة من الموضوع وقُلت لأ، أنا مش هاقدّم، أنا مش عايز أنا أشتغل على موضوع الحظ ده وأنا هاركّز في أمريكا وفي كندا وبس. طبعًا يعني عايز أقول لكم إن زوجتي اتخانقت معايا خناقة كبيرة إن أنا ما قدّمتش في السنة دي. فجات بعد كده بقى في آآ 2018 قالت لي: "هتقدّم يعني هتقدّم ومش هاسيبك وهافضل معاك." فقدّمنا في 2018 ويشاء السميع العليم إن أنا تظهر النتيجة في شهر 5 2019 هي اللي تكون كسبانة، هي اللي كسبت وهي اللي جابتنا هنا أمريكا وأنا من ساعتها مسميها الكفيلة. عايز أقول لكم إن أنا لمّا قدّمت في شهر 10 2018 في شهر 2 2019 جالي جواب من الشركة إن أنا تم تمديد عقدي فقط ل3 شهور، أنا عقدي كان بينتهي في شهر 6 فقالوا لي: "أنت متجدد عقدك فقط لمدة 3 شهور لحد شهر 9." ده معناه إيه؟ ده معناه بلغة الكورة كده إن ده كارت أصفر. ده معناه إن أنت عايزين نمشّيك لأسباب كتيرة، مش راضيين عنّك، مش راضيين عن مرتّبك، مش راضيين عن أي حاجة، لإن الشركة كانت القطاع اللي أنا كنت فيه ابتدى يخسر فعليًا وابتدى يعني خلاص بقى يتنظر له بنظرة حادة شوية وقاسية شوية، وابتدت موضوع القوايم ده يتعمل كل سَنة، إمّا قوايم إنها ناس تمشي مباشرةً أو قوايم لناس مش لاقيين لها بديل فهنمِد لها بمدة قصيّرة مثلًا شهرين، 3 لحد ما نلاقي لها بديل ونمشّيهم. فأنا من الناس اللي جالها تمديد عقد لمدة 3 شهور. وده كان قبل ما أعرف إن أنا هنهاجر والّا مش هنهاجر. فلقيت إنه اللي أنا كنت خايف منّه بيحصل. وقعدت طبعًا في الفترة من شهر 2 لحد شهر 5 أمّا طلعت النتيجة وأنا مش عارف أنا هاعمل إيه. وعِشنا حياة وقت صعب جدًا أنا وزوجتي مش عارفين هنرتّب حياتنا إزاي لو ما كانتش الهجرة. ولكن ده كان تأكيد من ربنا سبحانه وتعالى إن أنا كنت ماشي في الاتجاه الصح، واللي أنا كنت خايف منّه ده مش مجرّد أوهام أو مجرّد تفكير مُبالغ فيه، وإنما كان شيء صحيح جدًا. جه شهر 5 الحمد لله ربنا أكرم زي ما قُلت لكم زوجتي هي اللي كسبت. وبعد كده هُم قالوا لي: "خلاص إحنا في المدة البسيطة اللي أنت هتقضّيها في العادي دي، إيه رأيك نودّيك مكان تاني؟"
تكمّل فيه شغل بما إن أنت خلاص بقى العلاقة كده اتطربت ما بينك وما بين المكان اللي أنت فيه، قُلت لهم: "ماشي ما فيش مشكلة." ونقلوني بعد كده من الجوبيل إلى الدمام، وسبحان الله اتجدد عقدي بعدها لنهاية المدة، ولكن أنا كنت خلاص خدت القرار، أنا كنت خلاص خدت القرار، أنا مش هاقدر أخوض التجربة دي تاني، مش هاقدر أحُط مصيري دايمًا تحت جَرّة قلم تقول إن أنا أكمّل حياتي هنا والّا لأ. حتى لو موضوع الهجرة ما جاش، أنا برضه مش هاقدر أكمّل حياتي إن زوجتي تبقى موجودة في مصر وأنا أبقى عايش في السعودية، لأ أنا كنت هاتصرّف وأعمل أي حاجة، الحمد لله طبعًا إن الهجرة جات علشان تغنيني عن أي قرارات مجنونة متهورة كنت هاعملها في الفترة دي، لكن حتّة التجديد ال3 شهور اللي جات لي دي كانت أكبر دليل إن أنا من عند ربنا سبحانه وتعالى إن أنا كنت ماشي صح. فإجمالًا خلّينا نقول إنه في 3 أسباب شكّلت الدافع الرئيسي ليّا إن أنا أغيّر حياتي من السعودية إلى أمريكا أو إلى أي بلد مهجر تانية. السبب الأول هو إن أنا خلاص وصلت إلى سقف مكاني، فانعدمت قدرتي على الادّخار، وشرحنا ليه انعدام قدرتك على الادّخار بتكون مؤشِّر ليك إنّك تراجع نَفْسك. السبب التاني مرتبط بنظام الإقامة في السعودية، والمتمثل في نظام الكفالة، وإنه إزاي هو ما بيتيحلكش فرصة كبيرة في التحكم في نمط ورتم حياتك. والسبب التالت مرتبط بالناس اللي عندها عائلات في السعودية، اللي هو طبعًا ارتفاع تكاليف المدارس، وإزاي بتأثّر على قدرتك على الادخار أو على قدرتك على الاستمرار المالي أصلًا يعني. ضِف إلى ذلك بقى إن أنا كان عندي انعدام لفُرَص حياتي في مصر وقتها، لإن زي ما قُلنا إن المسمى الوظيفي بتاعي ما كانش مناسب لبيئة العمل المصرية، وفي نفس الوقت أنا ما كنتش قادر أجاري مستوى التغيُّر في الأسعار اللي كان بيحصل في مصر، لإن كان ساعتها مصر بتتحوّل من كونها مصر اللي إحنا عارفينها إلى Egypt اللي هي موجودة حاليًا يعني. غير كده وكده أنا حاولت، يعني أنا برضه ما قُلتش لنفسي إن أنا مش هاحاول وإن مصر بالنسبة لي منتهية، لأ أنا حاولت. وفي الفترة اللي أنا جالي فيها التجديد المؤقت دي، وبعد كده عرفت إن هو الحمد لله إن إحنا في فرصة إن إحنا نسافر أمريكا، خدت أجازة قصيرة كده لمصر، وقُلت أمّا أنزل إيه أراجع أحاول إن أنا أشوف أي وظيفة تانية يبقى عندي plan B بحيث إن مشروع الهجرة ما كملش، ما اضطرش إن أنا وزوجتي نعيش في بلدين مختلفتين وألاقي شغل وأشتغل في مصر. حاولت مع دايرة معارفي ودايرة أصدقائي وكل شيء، وأنا طبعًا شخص لا عنده واسطة ولا عنده أي حاجة، ما عندوش غير أصحابه بس. وفوجئت بردود المحبطة إن أنا سِنّي كبير، يعني هُم كانوا شايفين الشركات ساعتها إن أنا سِنّي كبير وما ينفعش إن أنا أأدّي يعني الشغل اللي هُم طالبينه منهم، لإن أنا كان عمري 35 سَنة ساعتها. فدي يعني من الأشياء المضحكة المبكية يعني. آآ زمايلي كانوا يقولوا لي: "يا أخي أنت لو سِنّك كان أصغر شوية كنا زقّيناك، كنا لقينا لك مكان، بس أنت سِنّك كبير." فطبعًا هي الفكرة معروفة، إنه الشركات عايزة شاب صغير حديث التخرُّج تستعبده براتب قليل جدًا، علشان خاطر إيه، تدّي له مهام كتيرة يقوم بيها بالراتب القليل ده. إنّما واحد كبير زي حالاتي مش مناسب ليهم على أساس إن أنا يعني ممكن أطالب بتَمَن خبرتي يعني. فلو أنا هابتدي من الصفر، خلاص يعني لو بعد السعودية لزامًا عليّا إن أنا أبتدي من الصفر، فبدل ما أبتدي من الصفر في مصر، لأ أنا كان ممكن أبتدي من الصفر في بلد زي أمريكا، هيكون أفضل يعني. بس، آدي كل الموضوع. لو عجبتكم الحلقة ممكن إن شاء الله نعمل يعني حلقة تانية عن رحلة الهجرة بتاعتي، والإجراءات والخطوات اللي إحنا عملناها، مع الوعد على حلقة تانية إن شاء الله هنعملها عن المقارنة ما بين السعودية وأمريكا، وهنتكلم فيها عن النقاط الرئيسية اللي أنا شايفها ما اتغيّرتش ما بين البلدين. اعذرونا على ضعف الإضاءة النهارده والمنظر والحاجات ده، بس عشان الجو، و وإلا أنا كنت صوّرت برّه، الجو تلج برّه يعني. بس، فلو عجبتكم الحلقة لا تنسونا من صالح دعائكم، ومن شير صغير، ومن لايك صغير كده. ولو ما عجبتكش الحلقة ناقشني في التعليقات بالحسنى، ما فيش داعي للسباب والشتايم وللحاجات اللي ما لهاش علاقة بالمحتوى اللي أنا باقدّمه بالفيديو. هاكون سعيد إن أنت حتى لو اختلفت معايا في التعليقات ما فيش مشكلة، ونرد على بعض ونتناقش، وأنا هاستفيد وأنت تستفيد. الحاجات التانية دي ما حدش بيستفيد منها حاجة خالص غير الذنوب يعني. بس كده. خلّينا بقى إيه، نختم ونقول
سلام عليكم.